انا جيت. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. انا جبت اشطوطة ولا وحلقة النهاردة عن النل. ايوه زي ما سمعت، نل هي الحلقة عن اللاشيء. اكيد مش هعمل حلقة ما اتكلمش فيها عن حاجة يعني، ولكن خلونا نشوف ايه موضوع الاشطوطة ده. بس واضح ان فيها حتة قشطة كبيرة. استرها معانا يا رب. حاطين لي كيس مكسرات، انا مش عارف ليه حاطين لي كيس مكسرات، ولكن هم شكلهم يا جدعان عملوا معايا القله وما حطوليش معلقه. ابن ده لو طلع اللي في دماغي بيحصل. انا ما تحطليش معلقه يا بلبن. يا بلبن انا ما تحطليش معلقه. يا الاداره السيئه ابو احمد يا الاداره السيئه يا جدعان. بس هي اوفر اول مش حاسسها فيها حاجه اللي هي مش عارف. بس هقوم اجيب معلقه واجي. نحن ذا، ها نحن ذا. وخلينا نحط مكسرات الاول عشان الموضوع صعب. ايوه بص، هو انا مش عمرو بيلا ولا حاجه، بس يعني اكيد ده مش محتوى كيس المكسرات فقط، فاهم يعني. اتكلم بقى اسطى بجد، قول لي فين كيس المكسرات. ما تهزرش مع ام الهزار ده يا عم. طب ده عباره عن ايه بقى؟ انا مش فاهم، ولكنه طعمه حلو لحد ما يتاكل، فاهم. خلينا بقى ايه ناكله واحنا بنتفرج واحنا بنصور الفيديو بتاعنا. موضوع اليوم زي ما قلنا عن النل، كنت هتكلم عن النالينج. المفهوم نفسه ايه هي النل اصلا؟ النل هي ولا حاجه تستخدم ك انديكيتور في نهايه الخطوط، او في نهايه الجمل، في نهايه السترينجز بتاعتك، في نهايه كل حاجه، فاهم. وبالذات في سي وسي بلس بلس. يعني انت مثلا لو جيت هنا وجيت عملت مثلا شار اس تي ار هلو مثلا، اوكي، وجيت بعدها برنت اف مثلا، اوكي، في المية اس، وبعدها نيو لاين مثلا، وقلت هنا ده الاس تي ار بتاعك. جميل لحد كده. لو جيت تطبع بقى التقسيمه بتاعت الكاركترز دي بالظبط، هتلاقي ان في الاخر في قيمه ما، يعني خلينا نقول اتش اي ال ال او، هتلاقي قيمه في الاخر عامله كده، هي الزيرو، هي النل. فده ببساطه النل هي ولا حاجه، تستخدم كانديكيتور زي ما قلنا في نهايه السطور او السترينجز بتاعتك. بيتعمل لها ترمينيشن يعني في الاخر بالنل بايت. والنل بايت كمان بتستخدم في البادنج عشان تعمل او تحط ليميت معين للستراكشرز عشان الميموري وكده. فليها استخدامات كتير، وهنشرح النهارده الفولنربيلتيز اللي ممكن تاثر بالنل، سواء بقى نل نفسها كجيسون فورمات، او كذلك الفورمات بتاعها جوه السترينج بتاع الجيسون، او كونها في ابلكيشن يو ار ال انكودد اتش تي ام ال عادي جدا. انا مجمع سيناريوز للثلاثه رايت ابس من ميديوم وهنتكلم عنهم. بس ده هيكون محتوى الفيديو النهارده. وخلينا ناخد معلقه من البتاع دي. المهم ان الموضوع ده جامد. هتقول يا عمرو بالله. خلينا نبدا هنا مع لاب المفترض ان هو في بورت سويجر. انا ما بصيتش عليه للامانه، ولكن كروس اوريجين ريسورس شيرنج. هنا الكروس اوريجين ريسورس شيرنج، البج اللي احنا عارفينها المعتاده ان احنا بنبقى فاتحين تابه، وفي تابه فيها داتا بتاعت الموقع، فاحنا التابه دي فيها ماليشيوس كود بيروح يكلم الموقع التاني ياخد منه او يستيل منه داتا. اوكي، ده بالنسبه للسي ار اس. طيب اختصارا، الرايت اب دي كان هنا بيشغل انترسبت ومش عارف ايه، ويروح ماي اكونت وبيريتريف الريكوست، او بيخش على الريكوست اللي اسمه اكونت ديتيلز، وبيبدا يتلاعب في الاكسس كنترول اللو اوريجين اللي في الريسبونس عن طريق الاوريجين هيدر اللي موجود. فبعد شويه محاولات لاحظ ان اوريجين لما بيبعت فيها نل بتتقبل في الريكوست والداتا بتتعرض عادي جدا. فبيلاقي هنا في الريسبونس كذلك بتاع الاكسس كنترول اللو اوريجين القيمه بتاعت نل. فليه ما نبعتش الريكوست بنل من الهوست الثاني الماليشيوس، ووقتها الريكوست هيتعمل. هنا هو عمل ماليشيوس كود في اي فريم جافا سكريبت، طبعا ما حددلوش اوريجين عشان الاوريجين بتاعته تفضل نل. وبس بمجرد ما بعت الريكوست قدر يعمل ريتريف للاي بي اي كي اللي هو في التابه بتاعت بورت سويجر. قضي الامر يعني. دي الرايت اب. في بعدها كايتانو يا محمد اشرف. الرايت اب دي كانت اكونت تيك اوفر بنل في ريسيت باسورد. اختصارا برضو لكل اللي حصل هنا، السر كله في هذه المنطقه. الريسيت باسورد توكن في الريسيت باسورد، لما كنت بتفتح اللينك بتاع الريسيت باسورد كان بيجيب لك صفحه طبعا تحط فيها الباسورد بتاعك، وفي الريكوست اللي بيتبعت كان بيحط ريسيت باسورد توكن. طبعا في النورمال بيهيف ان انت لازم التوكن ده يكون فاليد وما استخدمش قبل كده وبلا بلا 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 بلا، ولكن في تلك الحاله بمجرد ما عملناه نل قبل بالفعل
الريكوست وجاب ستاتس اوكي و200 اوكي في الستاتس كود، في هنا الريسبونس وفوق الستاتس كود، وبالفعل قام مغير الباسورد. فاحنا ممكن نستخدم ده ازاي؟ احنا ممكن حرفيا نبعت الريكوست ده زي ما هو كده، يعني اعمل فورجت مثلا بايميل فلان الفلان، واروح استخدم ايميل فلان الفلان واقوم جاي حاطط باسورد واعمل الريسيت باسورد توكن دي نل، ولا هيتشيك لا هيعمل اي حاجه ولا اي حاجه. ممكن اصلا توصل لدرجه انه يريبيت نفس الريكوست ده بس بتغيير الايميل، فاهم؟ الايميل بتاع الفيكتور. بس ده كل الموضوع هنا. كذلك استفدنا من النل دي، بيبقى التشيك ستيتمنت ورا. انا قابلت سورس كود مره كان في حاجه زي دي. الغلطه فيه بالنسبه للكيس اللي انا قابلتها يعني، كان في الترمينيتور بتاعت اند اور، اللي هي حاجه زي كده، والاند دول ايه. هنا الموضوع بيقول له اور، وهنا الموضوع بيقول له اند. يعني مثلا لو كيس 1 اند كيس 2، وهنا كيس 1 او كيس 2. طيب المفترض هنا ان النورمال والكوريكت كود، الكود الصح اللي شغال، انه كان هيبقى الكيس مثلا، خلينا نقول هنا الباسورد مثلا خلينا نقول ان التوكن لا يساوي نل، وخليها مثلا يساوي. انا مش فاكر الكيس بالظبط كانت ايه، بس انا فاكر ان الغلطه كانت عباره عن الاند والاور دي. مثلا بتشيك ان التوكن خليها لا يساوي نل، توكن لا يساوي نل. والكيس التانية مثلا ان التوكن ده كوريكت. اوكي، يعني بيروح يتشيك ان التوكن ده كوريكت، فيه فاليديت مثلا فاليديت توكن فانكشن هنا، وبتاخد التوكن ده جواه. طيب هنا ايه المعنى؟ بيقول له مثلا ان التوكن لو مش نل والتوكن صح، خد بالك انا قلت بسبب الان اعمل كذا. طب لو بدلنا دي، فهنا هيبدا يعتمد على كيس من الاثنين. يعني لو التوكن مش نل هنا دي كده مثلا كده، عشان الموضوع يتطبق هنا على السكرين بتاعتنا. لو التوكن نل مثلا هنا او بقى مش او لو التوكن نل او التوكن صح، خد الاكشن ده. فهنا كانت الغلطه بمجرد ما شاف التوكن القيمه بتاعته نل، فخلاص الكيس بالنسبه له صح. وهنا برضو ممكن الغلطه تكون في يساوي او لا يساوي، فاهم؟ يعني هي ممكن تبقى في الانديكيتورز. الكيس اللي انا قابلتها كانت في الاند والاور، بس هي برضو ممكن غلطه تيجي من حته زي كده، عشان برضو تبقى واخد بالك المشكله ممكن تنبع منين. بس وهنا سببت الاكونت تيك اوفر. هنا بصراحه في فايل ابلود، ولكن عشان نكمل قراءة لازم نشترك في ميديوم. وبصراحة ده موقع بيدعم البسكليتات، وانا لا ادعم البسكليتات بجنيه، ودي حرية شخصية واعتقاداتي الشخصية، وانا مش بتضاد مع اي شخص ما، وانا لا اكره الخير. ولو انت بتدعم البسكليتات مش هتطلع بره الشانل. اصل انا ديمقراطي، بحب استمع للاراء. انا راجل ديمقراطي بسمع كل الناس واللي في دماغي بعمله، ولكن خليك عارف ان رايك هيفضل رايك، مش هيغير في منظوري الشخصي اي شيء، ومش هيطلع بره. المهم هنا باختصار شديد عشان احنا مش قادرين نكملها، ولكن انا متخيل يعني الكونتنت تايب هنا كان ابلكيشن بتاعت ستريم، وبيبدا يحط الشيل بتاعه بي اتش بي كود، بيران في او اس، وبياخد من بارامتر اسمه بي هل وهيهلل ويسوي، وفي الاخر هيحط في الكونتنت تايب دي نل، وهي هيقوم جاي ايه معدي الفلتر، وهيبدا بقى يقبل الكونتنت تايب بتاعه والحركات السيكي ميكي دي. ودي اجمد رايت اب صراحه، عاش فشخ العمر عليها. الباجز اللي فيها فعلا قويه، وكلها نال بايتس، سواء بقى في جيسون او في يو ار ال انكودد اتش تي ام ال. فخلينا نبص عليهم بج هو تقريبا مديسكلوز 3 بجات. اول واحده هنا كانت في ريسيت باسورد ريكوست، وبيبعت الهوست او اللينك اللي هيتبعت في الميل كول باك يو ار ال. جميل. طيب للي مش فاهم، احنا لو قدرنا نفيك الكول باك يو ار ال، فده اللينك اللي هيروح في الميل. فالهوست بتاعه ممكن اعمل ريسيت باسورد بالهوست بتاعي لايميل الفيكتيم، ومجرد ما الفيكتيم يدوس عليه هيوصل الريكوست بالتوكن اللي في اللينك ليا انا على الهوست بتاعي. يعني مثلا لو الموقع اسمه company.com وانا التارجت بتاعي اسمه على سبيل المثال خلينا نقول فارس.com او malicious.com، فانا لو قدرت ابعت رساله malicious.com والاتاكر فتح malicious.com، انا اقدر اشوف اللوجز او الريكوستات اللي بتتبعت لي، فبالتالي التوكن هيبقى في اللينك، فبالتالي اقدر اخد التوكن ده. هنا ده كان التارجت بالفعل من البج دي، او الهدف اللي عايز يوصل له. هنا لما حاول عمر يغير الكومباني دومين، فقال له invalid callback URL، فعمر طبعا بدأ يستخدم استراتيجيز بحيث الاد دي اللي ما يعرفش بتعمل ريدايركشن. يعني لو جينا هنا
نفتح على سبيل المثال google.com @evil.com زي ما هي كده، فتح evil.com على طول. خدت لي بالك؟ فده اللي كان بيحاول هنا عمر يعمله بطريقه او باخرى. حط هنا سبيس انكودد / علامه استفهام شباك عشان يعمل ده كومنت مثلا. والمهم قعد يجرب كتير وما وصلش لحاجه. فبعد شويه ريسيرش هو توصل لموضوع النل، ولما سرش اكتر ادرك ان القيمه اللي المفترض تستخدم في نل كسنت داتا جوه الجيسون بودي فاليو هي ال \u40. فهنا استخدمها عشان زي ما قلنا هي ترمينيتور، هي بترمينيت التكست او بتقول له خلاص ده اخرك، ده اخرك، انما انا اخر لسه ما بداتوش. evil.com terminate @company.net. جميل الكلام. فالريكوست جاب 204 كونتنت وقدر يعدي ويباي باس الفلتر بتاعهم. ولما اللينك جه زي ما قلت لك ريسيت باسورد evil.com، فالاتاكر بالتالي لو داس على اللينك ده التوكن بتاع الريسيت وصل للاتاكر. الفيكتيم اسف لو داس على اللينك ده هيوصل اللينك للاتاكر. هنا باث ترافيرسال كان بيفاز ولقى لوجن ASP، وبيفاز بارام ماينر لقى تمبلت نيم بارامتر في الجيت، حط له 0x old جاب له 500 internal silver error. بعد شويه انفستيجيشن منه وادرك ان ال 500 دي راجعه بسبب انه ما لقاش التمبلت الفلاني. فحاول يديتكت التكنولوجي اللي شغال بيها الموقع، لقاها من ويندوز مايكروسوفت. فاستخدم جادكس وورد ليست عشان يوصل لاي حاجه، وشويه وورد ليست كده تخص ويندوز برده ما وصلش لاي حاجه. فاستخدم كيول اللي هي الكاستم وورد ليست جنريتور، بتديها الموقع وهي بتفتحه تكرول جواه، بتاخد كي ووردز معينه، بتاخد الدومين، بتاخد وتبدا تعمل لك هي كاستمايزد وورد ليست. المهم بعد ما استخدمها وفز بالورد ليست بتاعتها جوه الفاليو بتاع التمبلت نيم، في الاخر قال لك 200 اوكي، وكل ده كان اسم الكومباني اصلا. المثير بقى ان الفاليو بتاعت التمبلت ده اتعمل لها ريفلكت في السوق في الريسبونس. فهنا البارامتر جرب يحط فيه company.com 0x says hi وباك واحده باك كده باك سلاش وبتاع يرجع خطوه ورا، فلقاها بالظبط اترفلكتد هنا. لما عمل الكومباني 0x say hi والبيلود بتاعه، المهم حط الكود وكله اتحط عادي جدا. بص اللي حصل، انما الكلوزنج تاج اللي هي الاصغر من اتشالت. عمل ايه يا عمر؟ استخدم النل بايت بتاعت ال HTML URL encoded اللي هنا قلنا عليها من شويه، وخد ترمينيت. يعني هنا قال له خلاص انت هنا اخر التكست ده، وبمجرد ما كتب اللي بعده بقى اللي بعد النل بايت دي، عمل نال بايت جديده، وفي الاخر برضو نال بايت جديده قبل كل اكبر من او اصغر من كلوزنج او اوبننج تاج للكود. هنا خلاص عمل البيلود بتاعه وقدر يرفلكت باي بس هنا هو ابلكيشن فاير وول من خلال برضو النال بايت انجكشن. هنا وهو بيحط سنجل كود في بارامتر اسمه ايرور كاتيجوري، ضرب الايرور قدامه عادي جدا واضح وضوح الشمس. حاول يستخدم سيكوال ماب ولاحظ انه اتبند. هنا حاول يعمل برضو مانوال انجكشن حتى لو كابيتالايز شويه كاركترز من البيلود وما بيردش اصلا. فهنا هو اكتشف بعد شويه محاولات ان هو بعد 3 بلوك بيبلوك الاي بي بتاعه. 3 مرات قفش فيهم ان هو بيحاول ينجكت، خلاص بلوك الاي بي فمش هيرد زي الصوره دي. طيب عمل ايه؟ بدا يستخدم النال بايت بعد كل كلمه في البيلود بتاعه. يعني هنا يونيون زائد نال بايت سيلكت، وطبعا في كابيتالايزد ليترز زائد نال بايت تيبل نيم والحاجات دي بقى باقي البيلود كله، وفروم بين كل كلمه وكلمه. اوكي حط نال بايت عشان يكونفيوز الويب ابلكيشن فاير وول بتاع الشركه، وقدر خلاص انه يدخل الداتابيس. بس ده النالينج. النال هي بكل بساطه زي ما قلت لك ولا حاجه، كنترول كاركتر ترمينيتور بادر قيمتها 0، ولكنها فعلا في السكيورتي على الجانب الحمايه والهاكينج وكده والباجز، فلا هي ليها بلاوي كتير لو ما عرفتش تهندلها صح. فا اوفر اول الحلقه تمام. اوفر اول بتاع ده اعطيه تقييم 6 من 10. ليه؟ لانه مش الحاجه الواو، يعني فاهم، مش الحاجه اللي لما كنت قلت جنون العظمه يصيب ميسي وكاس العالم قاعد ورايا دلوقتي على الكرسي. فلا انا اصلا مش هكملها. ما اعرفش، ممكن حد يحبها ممكن حد ما يحبهاش، ولكن ما جاتش معايا سكه. بس اوفر اول انا مبسوط بيها. بس بالله عليك بلاش تروح بقى تاكل الحاجات اللي هي البطوطه والفطوطه والشرم ده عشان صحتك مش اكتر، فاهم. بس كونوا في رعايه وحفظ الله. اقابلكم كمان كام يوم كده في حلقه اخرى عن موضوع لذيذ برضو. واعمل حسابك من دلوقتي ان انت هتشوف القشطوطه دي ونفس التيشيرت ونفس القعده قدام تاني، عشان انا مجهز نفس الحاجه وهصور تاني سكريبت وانا قاعد برضو. كونوا في حفظ ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.